اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد اعمله. القناة عندي متنوعة، فيها طبخ وفيها أفكار وفيها ريفيوهات وفيها حاجات كتير قوي للشعر والبشرة ومنتجات كتير قوي. بس النهاردة بقى جاية لكم بريفيو الموضوع بقى اللي قالب اليوتيوب اليومين دول وقالب الفيسبوك، اللي هي موتزاريلا فريش. بجد شركة تستحق فعلا التجربة، وفيها منتجات كتير زي ما انتوا شايفين كده. فيها الموتزاريلا اللي هي الكيس الأزرق، موتزاريلا اكسترا، دي حاجة حلوة جدا وعالية. وفيها كمان الموتزاريلا اللي هي الحمراء اهي، النيو الحمراء. وفي الشيدر، شيدر مبشور. شايفين البشرة بتاعته حلوة ازاي؟ البشرة عالية، مش فتافيت، يعني البشرة بتاعته كويسة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده الانتاج 21/5 جديد. الحاجة بتجيلك فريش فعلا، مش حاجة بقى مركونة ولا حاجة متخزنة، وكل حاجة مكتوب عليها تاريخ الانتاج بتاعها والصلاحية بتاعتها. يعني شايفين الموتزاريلا الاكسترا انتاج 3/6، ده كيس 400 جرام. وهي الكيس بيبقى واخد هوا كده، شايفين؟ علشان الموتزاريلا ما تجمدش معاكي من جوه، هما بيبقوا ضاغطينها عاملينها كده هوا. بصوا عامله ازاي، بجد البشره بتاعتها عريضه. طعمها بتبقى حلوه جدا، ونسبه الدسم فيها حلوه قوي قوي. هي حتى مكتوب اهو خليط لبن بقري وجاموسي منزوع الدسم. يعني هي بجد طعمها لو حد عايز يجربها على ضمانتي. موتزاريلا فريش، وليها ريفيوهات كتير قوي كمان على اليوتيوب من ناس كتير عملوا عنها ريفيوهات، وكمان صوروا كمان جوه المصنع. فالموتزاريلا حلوة جدا. وفي كمان رومي مبشور اهو، اهو الرومي مبشور ده وزن برضو 400 جرام. شايفين برضو اهو باين قوي الحاجة. الكيس مش اللي هو بقى كله غامق وانت مش شايفة الحاجة من جوه، لا الحاجة واضحة وباينة. ودي في برضو عندهم صوصات وكاتشب وحاجات كتير. دي كاتشب اهو، ازازة كاتشب اهي. ودي طحينة، عندهم برضو طحينة. وعجينة بيتزا جاهزة، دي عجينة بيتزا جاهزة بتبقى نص كيلو. يا دوبك بس بتفرديها وتعمليها على طول للناس اللي مش بتعرف تعمل عجينة البيتزا. وعندهم منتجات بقى اللانشون كلها، اللانشون الفريش بتاعهم حلو جدا. عندهم لانشون بقري بالزيتون، ده اللي بالزيتون. وعندهم لانشون كمان بالبسطرمة، ولانشون سادة، وكذا يعني صنف من اللانشون. وده صدور رومي مدخنة اهي، برضو جاية كده متغلفة. بصوا ما فيهاش يعني هم مغلفينها. وعندهم كمان انواع كتير من الجبنة المطبوخة او الجبنة الاسبريد، يعني دي جبنة رومي اسبريد مطبوخة. وعندهم الكيري انواع كتير قوي. دي كده الوزن اللي هو 250 جرام. وده الوزن اللي هو 500، نص كيلو يعني. دي كيري بالبسطرمة، تمام. وفي كيري سادة، وفي يعني في انواع كتير من الجبن، يعني مش بس اللي هم دول. انا جايبة اوردر، فهو دي الحاجات اللي انا جايباها. ودي حلاوة بالمكسرات. شايفين بقى الفستق اللي فيها؟ شايفين؟ دي حلاوة جاية مغلفة كده، حلاوة بالمكسرات. وكمان عندهم بقى قسم كامل من التوابل. دي كده خلطة كنتاكي اللي هي خلطة فراخ حار، وفي منها بارد كمان. وعندهم خلطات كتير وتوابل وعطارة كاملة. وده كورن فليكس بالشوكولاتة، هم برضو بيعملوه كورن فليكس بالشوكولاتة. في كورن فليكس اللي هو اللي بيبقى الوان، ده بتاع الاطفال برضو بيحبوه جدا، بيعملوه برضو. وهنا ده ستريبس، الكيس بيبقى 450 جرام. ده ستريبس قطع فراخ يا جماعة، زي اللي في الصورة بالظبط، يعني مش فراخ مفرومة زي اطياب وزي الحاجات دي، لا الستريبس بيكون صدور فراخ
مكتوب اهو صدور فراخ، يعني هي متبله وجاهزه زي اللي بتاكليها بقى في المطاعم، وتعملي بقى احلى شغل كده في بيتك. معاكي التوابل، ومعاكي الفراخ اهي الستريبس، ومعاكي كمان عيش الكايزر اهو. هما كمان بيعملوا عيش كايزر اللي هو بتاع المطاعم. شايفين اللقمه حلوه ازاي، طريه جدا وفريش وفعلا طازه، يعني هو هيجيلك طازه انتاج اليوم اللي انت بتبقي جايلك في الاوردر. العيش بصوا يا جماعه طازه جدا. الباكت بيكون فيه 6 وحدات. وهنا السمبوسه برضو كل الناس بتشكر في السمبوسه بتاعتهم، وان هي طعمها حلو وما بتشربش زيت، وكمان بتكون مقرمشه جدا. بتقدر وهي تجيلك كده مفيزره، وانتي بتحطيها في الفريزر وبتطلعي تحشي منها على طول وتستخدميها، او تسيبيها تفك وتحشيها كلها وتحرصيها كده في اطباق. وبعد كده اول ما تيجي تستخدميها يا دوبك على القليه على طول، يعني تقدري تسيبيها لغايه ما تفك بالوضع اللي هي فيه ده وتحشيها كلها. وبعد كده تقلي براحتك. احشيها بقى طبعا ايه، جبن بقى مشكله من موتزاريلا فريش. حطي بقى، هاتي الاكسترا، وهاتي رومي مبشور، وهاتي شيدر مبشور، ودلعي بقى كده بيتك وولادك، واعملي لهم بقى حاجات موتزاريلا فريش يا جماعه. حاجات حلوه جدا. شركه ليها اسم وليها ثقه، وناس كتير قوي زي ما قلت لكم عاملين عنها ريفيوهات كتير وحلوه. يوتيوبر كتير قوي. ودي كانت اول تجربة ليا من المنتجات بتاعتها، بس انا جبت الحاجة وجربتها الاول، وده كده اول اوردر اجيبه من موتزاريلا فريش. ولو عايزين القايمة بتاعت الاسعار تقدروا تخشوا على صفحة الشركة، وهتلاقوا قايمة الاسعار. بتكون قايمة خضرة كده فيها كل الاصناف بالاسعار. وكل الاصناف موجودة، وكل حاجة موجودة في القايمة. يا رب بقى يكون الفيديو كده كان لطيف وخفيف عليكم. وما تنسوش لايك كتير للفيديو. ولو حد بقى بيسأل على موتزاريلا فريش وعايز يشوف المنتجات بتاعتها، دي كده بعض من منتجات موتزاريلا فريش. يا رب اكون قدرت اشرح لكم كده حاجات بسيطة. والمرة الجاية اما اجيب اوردر تاني هوريه لكم برضو. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ليا، ومع السلامة.